السلام عليكم. 6 سيجما كلمة انت بنسبة كبيرة يا اما سمعتها يا اما سمعت عنها او حتى عدت قدامك كده، وانت بنسبة كبيرة برضو ممكن تكون لسه مش فاهمها. هنبدأ من الفيديو ده نتكلم عنها وعن تولز مهمة جدا جواها ان شاء الله اكيد هتساعدنا في الديلي برودكتيفيتي بتاعتنا. وطبعا اول حاجة انا عاوز ابدأ بيها يعني ايه سيجما وليه هي 6 سيجما ما هياش 5 ولا 7 سيجما مثلا. بس قبل ما اقولك تعال احكي لك الحكايه من اولها. الحكايه بدات في اول الثمانينات في شركه موتورولا، كان فيها مهندس اسمه بيل سميث، وبيل سميث بعد كده اتعرف بفاذر اوف 6 سيجما. بيل كان مهتم جدا بالكواليتي، ووقتها كان الصناع اليابانيين عرفوا يعملوا المعادله الصعبه اللي هي ايه؟ اللي هي كواليتي محترمه بلور برايسز. فبيل قال لك ايه؟ قال لك انا هركز في الديفكتس الصغيره اللي مع الوقت هتسبب ضرر كبير قوي في الاورجانيزيشن. بتشبه عليها بحاجه هي بالظبط نفس الكونسيبت بتاع الكونتينيوس امبروفمنت. يبقى شوف الفيديو لو لسه ما شفتوش. ابتدى عمنا بيل يبتكر ميثودولوجي كده يقدر بيها يقيس الديفكتس عشان يقللها. ما هو ما ننساش برضو if you can't measure you can't manage. يبقى شوف ده كمان. وهي الميثودولوجي دي ببساطه اللي وصلت في النهايه لل6 سيجما، الميثودولوجي الكبيره اللي بقينا بنسمع عنها كتير اليومين دول. الابروتش ده بيل استخدم فيه الستاتستكس بشكل كبير جدا عشان يعمل داتا دريفن اناليسيس. ما هو من غير داتا طبيعي ان هو مش هيعرف يميجر، فبالتالي مش هيعرف يمانج، فبالتالي كمان مش هيعرف يمبروف. فابتدى يستخدم الميجرمنتس بتاعته والستاتستكس اللي هو كان شاطر فيها في ان هو يوصل للروت كوز بتاع الديفكتس. الكونسبت البسيط ده هو اللي وصلنا في الاخر للابروتش بتاع ال6 سيجما اللي المفروض يوصلنا ل 3.4 ديفكتس بير مليون اوبورتيونيتي. يعني كل مليون برودكت في جواهم 3.4 ديفكت بس. هنيجي تاني لموضوع 3.4 ده، بس المهم دلوقتي ان السي او بتاع موتورولا عجبه قوي الابروتش ده وابتدى يتبناه بقوه، وحقق فعليا معاهم سيفنجز في الكوست وزياده في الكواليتي. كل الكلام ده حصل ولسه برضو ال6 سيجما ما انتشرتش الانتشار اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي. ابتدت تنتشر امتى؟ لما العملاق المعروف جاك ويلش بتاع GE هو بعينه، لما هو ابتدى يتبنى موضوع ال6 سيجما ده وابتدى يخلي التريننج بتاع ال6 سيجما اجباري على كل موظفين GE. ولحد النهارده في GE حتى GE مصر عارفين اهميه ال6 سيجما وبيتبنوها بشكل كبير جدا مختلف عن بقيه الشركات. المهم ان ال6 سيجما هي ابروتش بيتكون من 5 فيزز مختصرين في كلمه DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. والفيزز دي هنتكلم عنها ان شاء الله في البلاي ليست اللي احنا بدأناها بالفيديو ده باستفاضه باذن الله. نرجع بقى يعني ايه 6 سيجما وليه هي 6 سيجما مش 5 ولا 7 زي ما قلنا. سيجما هي السيمبل بتاعه الستاندرد ديفيشن. ماله يعني الكاسيت ماله؟ واحده خلينا نقول ان الستاندرد ديفيشن هو الميجر اللي بقدر اقول فيه البروسيس بتاعتي بعيده قد ايه عن التارجت اللي انا حددته. تعال نتخيل بروسيس بسيطه جدا. هنقول ان البروسيس بتاعتنا هي ان ازازه البرفيوم دي تتملي 55 مللي بلس اور ماينس 6 مللي بس. يعني لو جينا نرسمها على تشارت هيكون شكل التشارت عامل كده، ان احنا عندنا تارجت 55 مللي والبلس اور ماينس 6 مللي اللي احنا اتكلمنا عنها دي اسمها توليرنس. فدي هتديني حاجتين، حاجه اسمها upper specification limit و lower specification limit، ودي هنبقى نتكلم عنها شويه لما نروح للفويس اوف كاستمر ضمن الفيديوز بتاعتنا ان شاء الله. كده انا ظاهر معايا في التشارت التارجت والابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت. المفروض بقى ان انا هميجر كل ازازه برفيوم تخرج من عندي في خط الانتاج، وهقول الازازه دي بعد ما قست اللي جواها فيها كام ملي، هل هي مثلا بالظبط على التارجت ولا ازيد ولا اقل، وابتدي احط بوينتس لكل ميجرمنت انا عملتها عشان تظهر لي البوينتس كلها على الشارت بتاعنا. هنبتدي بعد كده بقى ناخد الداتا بتاعه فتره معينه وهي دي اللي هنعمل عليها الاناليسيس وهنحسب عليها الستاندرد ديفيشن اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هياخد في اعتباره بعد كل نقطه من البوينتس من الداتا بوينتس اللي احنا اتكلمنا عنها عن التارجت، وفي الاخر هيقوم مطلع لي رقم. الرقم ده هو ده الستاندرد ديفيشن. وما تقلقش انا هنا مش جاي اعلمك معادلات او اديك ستاتستيك، انا في الفيديو ده وفي الفيديوز اللي جايه كلها
هيبقى اهتمامي مش بالستاتستكس ومش بالمعادلات ولا بالكلام ده كله، هيبقى اهتمامي بالمايند سيت. عاوزين نعرف الناس دي فكرت ازاي وكانت بتستخدم تولز شكلها عامل ازاي عشان نعرف هم وصلوا للي هم وصلوا له ازاي. خلينا نقول ان الرقم اللي طلع لي ده كان 2، يعني 2 ملي. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ بنحسب الابر او اللور سبيسيفيكيشن ليميت بعدهم قد ايه عن التارجت، واحد منهم مش الاثنين. يعني بناخد مثلا الابر سبيسيفيكيشن ليميت ونشوف هو بيبعد قد ايه عن التارجت، بس بنحسبها بالستاندرد ديفيشن، يعني هو بيبعد كام ستاندرد ديفيشن عن التارجت. الستاندرد ديفيشن بتاعتنا كانت 2، فكده الابر سبيسيفيكيشن ليميت بيبعد 3 ستاندرد ديفيشن عن التارجت. ده معناه ان السيجما ليفل بتاعه البروسيس دي 3 سيجما. وبحسبة بسيطة جدا ده معناه ان لو كان الستاندرد ديفيشن طلع لي 1 ملي، معناها ان السيجما ليفل بتاع البروسيس دي 6 سيجما. وبرده لو طلعت لي 6 ملي، معناها ان السيجما ليفل بتاعتي 1 سيجما. ولو البروسيس بتاعتك 1 سيجما، معنى الكلام ده ان 30.8% بس من البرودكتس اللي انت انتجتها كانت within السبيسيفيكيشن ليميتس، والباقي بره السبيسيفيكيشن ليميتس يعني ديفكتس. ولو لقيت السيجما ليفل بتاعك 2 سيجما، معنى كده ان 69.2% من البرودكتس بتاعتك within السبيسيفيكيشن ليميتس، والباقي هو اللي ديفكتس. ولو طلعت لل3 سيجما، معنى كده ان 93.3 جوه السبيكس. وهنفضل نزيد ونزيد لحد ما نوصل لل6 سيجما. وال6 سيجما معناها ان وسط كل مليون برودكت انا بطلعه، في 3.4 برودكتس بس هم اللي فيهم مشاكل. يعني اللي دخل جوه السبيكس هو 99.9 كتير، وفي اخرهم 8% من كل البرودكتس اللي انت بتطلعها، اللي هو حاجة يعني فوق العظمة وفوق الخيال وقريبة من الكمال. عشان كده بكل بساطة الابروتش بقى اسمه 6 سيجما، اللي هو اعلى ليفل، حاجة كده خيالية. طبعا هنا هيجي سؤال بديهي جدا، هل الشركة بتاعتي اللي انا شغال فيها محتاجة توصل لل6 سيجما ده؟ يعني هل انا محتاج اوصل لليفل ال6 سيجما؟ اجابة السؤال ده بقى مش عندك انت، لان اكيد واحد شغال في شركة طيران ولا شركة ادوية ولا اي حاجة ليها علاقة بارواح بني ادمين مش هيتساوى بحاجة تانية بتصنع اقلام مثلا. اللي انا جاي اقوله لك وهو محور اهتمامي هنا، ان انت لازم تميجر البروسيس بتاعتك وتعرف انت فين وعايز تروح فين. سواء انت بقى عاوز تروح لل 3 سيجما ولا ال 2.5 سيجما ولا 2.7 سيجما، اعرف الاول انت فين ومحتاج تروح فين. الخلاصة ومربط الفرس هنا مش هو ال 6 سيجما. ال 6 سيجما بالنسبة لي ابروتش، بس انت ممكن تستخدم اي ابروتش في الدنيا. المهم ان يبقى عندك داتا وتميجر الداتا وتعرف انت فين وعايز تروح فين، ويبقى الديسيجن بتاع حضرتك بناء على داتا مش على تخيلات ولا على اكسبيرينس. مع كل الاحترام للاكسبيرينس بتاعت كل الناس، الديسيجن لازم يبقى داتا دريفن ديسيجن، يبقى عندي داتا وباخد على اساسها القرارات بتاعتي. وبرضو قول لي رايك في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال سيبهولي برضو في الكومنتات، وهحاول اغطيه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. والاهم من كل ده طبعا ايه؟ دعوتك الحلوه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.